ازاي تكون صاحب هيبة؟ وده هيبقى فيديو النهاردة. هعلمك في 20 نقطة ازاي ان انت تكون شخص كده ليك هيبة. الهيبة، البرستيج، الكاريزما، سميها بقى زي ما تسميها، كلهم مختلفين عن بعض لكن متشابهين في انهم هيضيفولك كده كده. التلاتة دول ايا كان بقى المسمى، هما كده كده هيضيفولك. تمام؟ تعال اقولك الاول الفرق بين الهيبة والكاريزما. خلاص، الشخص الكاريزماتيك ممكن يكون فاني، مضحك، لكن صاحب الهيبة غالبا صاحب الهيبة هتلاقيه جاد. عرفت الفرق بين صاحب الهيبة وصاحب الكاريزما؟ صاحب الهيبة دايما تلاقيه جاد، يعني هو مش دايما كشر ونكدي وإتم، ولكن غالبا طبعه يعني ان هو بيكون يعني الجاد بيغلب على طبعه في تعاملاته مع الناس. طب خلينا نفهم يعني ايه هيبة. الهيبة دي اقرب لطاقة بتخرج من جسمك. الهيبة دي زي طاقة كده بتخرج من جسمك، في نظرتك، في كلامك، في انفعالاتك. طب فايدتها ايه الطاقة دي؟ هل ملهاش فايدة؟ لا طبعا ليها فايدة، فايدتها كبيرة جدا. الهيبة ممكن تخلص لك مشاكل، تنهي صراعات. يعني مثلا اي بلد في العالم، اي بلد ممكن تلاقي مشكلة مثلا حصلت بين اتنين، تلاقي حد اتدخل قال كلمة خلصت المشكلة انتهت بين الدولتين، وهو ما استعملش هنا لا قوة ولا سلاح ولا صوت عالي. تمام؟ ولا ظلم حد فيهم، ولكن عنده هيبة، قالك كلمة خلاص من غير مجهود. وده ناتج عن ايه؟ ان حياتك عند الناس ونظرة الناس ليك هي عبارة عن رصيد. الرصيد ده بيتبني طوبة ورا طوبة، انت اللي بتبني رصيدك ده عند الناس، والرصيد ده بيتبني عند الناس طوبة ورا طوبة. تمام؟ قولي ايه تعريف الانسان من وجهة نظرك في الهيبة والكاريزما؟ الاجابة اللي باصص لها الموضوع ده هي ان الانسان عبارة عن بناء، موقف فوق موقف فوق موقف، موقف فوق موقف فوق موقف يهز الثقة، موقف على موقف يخليك تحترم الشخص اللي قدامك، موقف على موقف يخليك ما تثقش في الشخص او ما تحترمش اللي قدامك. فاهمني؟ هديكم افتراض، مثلا معانا شخص هنا في الصفحة او في اللايف، والمتابع ده على طول يتكلم مع ستات وفاضي لده، وبيتكلم بشكل منسون وبيتكلم البنات ان هم مثلا انهم ان هو واحدة صاحبتهم، يعني فاهمين؟ مفيش حدود، بيتعامل ان مفيش حدود وان هو ست زيهم. واحنا هنا بنقول فرضا، لكن الحمد لله احنا ما عندناش متابعين من النوع ده يعني في اللايف. مع الوقت بقى الستات هتبدأ تبصله بشكل لا ارادي ان هو شخص ملوش لازمة، مش عامل حدود بينه وبينهم، صح؟ وكمان هيستهفوه. طب ده هيرجع نتيجة ايه؟ ده هيرجع ان هما ببساطة شايفين ان هو زيهم، ست زيهم، اختهم الكبيرة زي ما بيقولوا. لكن افرض حد بيهزر وعادي وفاني بس عامل حدود، عارف حدوده فين مع الناس، هتلاقي نفس الستات هما بيحترموه، بيقدروه جدا، وممكن يكونوا اصلا قرايب. نفس الشخصين ممكن يكونوا قرايب او حتى ما يعرفوش بعض، لكن ظروفهم متشابهة، نفس الوظيفة او بيعملوا مثلا نفس الحاجة، وده شفته بعيني. ممكن مثلا الداعمين، لو في مثلا 2 داعمين بيدفعوا كويس، الاتنين بيدفعوا كويس زي بعض، تمام؟ تلاقي واحد الناس تحترمه والتاني مفيش احترام خالص، الناس بتستهفاه. تلاقي مثلا ست تقول له وهو عندها في القناة، تقول له يقطعك يا فلان، جاتك نيلة يا اسمك ايه، يلا في داهية يا علان. وتلاقي داعم تاني بقى الست تحترمه وتقول له ازيك يا ابو فلان، اخبارك ايه، نورتنا، ايه اخبارك، حتى صيغة الكلام تتكلم معاه بشكل محترم، حتى لو هما بيهزروا مع بعض يكون في احترام في الكلام. وصلت؟ ده يمشي كمان في الجواز، مش على اليوتيوب بس. يعني تلاقي مثلا راجل رايح يتقدم، ابو العروسة شايفه ان هو عيل، مهما عمل. انا خلاص النظرة الاولانية شايفة ان خطيبك ده يا بنتي عيل، لا ما يتوثقش فيه. تمام؟ ممكن اخوه رايح يتقدم، ابو العروسة يشوفه راجل ويقول له يا استاذ ويا ابني ولو سمحت.
لانك لا اراديا لغة حوارك وجسمك وطريقة تفكيرك بتجبر الشخص اللي قدامك يتكلم معاك ازاي، انت بتجبره يتكلم معاك ويحترمك ازاي. في ناس كده يعني مخك اصلا بيترجم من اساليبهم ولغة جسمهم، ومخك يترجم لك ان انت تديهم احترام مثلا شخص 60 سنة، مع ان هما ممكن يكون عندهم 30 سنة. ممكن شاب عنده 30 سنة انت تتكلم معاه او تشوفه تديله احترام كده ووقار واحد عنده 60 سنة، واخد بالك؟ طب لا اراديا تلاقي نفسك لازم تديله البرستيج ده. ليه؟ عشان الهيبة والكاريزما بتاعته. زي ما قلت لك في فرق بين الهيبة والكاريزما. الهيبة بتبقى في الغالب الشخص بيبقى جاد شوية، الكاريزماتيك بيكون فيه لذعة كوميديا، في حتة كوميديا كده ظريفة عالية شوية. وممكن حد كمان يجمع بين الاتنين، يكون يعني ليه هيبة وكاريزماتيك في نفس الوقت، بس ده هيبقى مرهق شوية عليه، تلاقيه مثلا في موقف قلب من هيبة فاهمني؟ فالهيبة ممكن انها تخلصك من سرعات، تعمل لك احترام بين الناس، تعمل لك مستوى مع ولادك في البيت، وهشرحها لكم دي بالتفصيل. في راجل عياله او ابنه مثلا يكونوا من جواهم مستهيفينه، ابنه مستهيفه من جواه، مش بيحترمه من جواه. وعيل تاني تلاقيه بيقدر ابوه وبيحترمه، برغم ان ابوه يعني من نظره كده ابوه يبصله البصه الولد يعمل على نفسه، اللي هو من نظره. زي كده الامهات برضو نفس القصه، يقول لك الام اللي بتجعر كتير وبتزعق وصوتها عالي وبتضرب، الاطفال مش بيعملوا لها او العيال مش بيعملوا لها قيمه، هم عرفوا اخرها. حتى مثلا تضربهم يقولوا لها اضربي تاني عادي، اضربي تعالي اضربينا، ما عندهمش مشكله. ابوه يضربه ويهزقه ويعمله ويزعق له طول النهار، مفيش، ما عندوش مشكله في ده. على عكس بقى اب وام تانيين من نظره، هم ليهم هيبتهم في البيت، عشان تعرف الهبه حتى مفيده في التربيه. ليهم هيبتهم في البيت، يبص للولا بصه، او الست الام تبص لبنتها بصه او لابنها بصه، يترعب ويسمع الكلام ويقعد ساكت وهادي على طول. لا، تلاقي بقى التاني اللي هو اللي امه بتمسكه في البيت تفرمه ده، تلاقيه قدام الناس يفضحها، يعرها ويقعد يعمل في مواقف وحشه ويقول كلام مش كويس ويعمل كل بقى التربيه الكويسه اللي هي مربيها له في البيت، يطلع يخرب الدنيا، تقول ده مش ابني، دي مش تربيتي. تلاقي ابنها بيخرب كل حاجه بره البيت ومش بيلتزم بقواعد ولا قوانين ولا اي حاجه. ليه؟ عشان هي ملهاش هيبه مع ابنها، ملهاش هيبه مع بناتها، مع اولادها. تمام؟ او الاب نفس القصه، هو بينه وبين نفسه من جواه مستهيفك او مستهيف بابا، انتوا اخركم هتضربوني هتزعقولي، انما انا مش عامل لكم قيمه اصلا. لكن اللي بتدي نظره دي وبتتعامل مع عيالها في التربيه باسلوب حازم وحاسم، الاطفال يعملوا لها هيبه كويسه قوي، يعني يعملوا لها قيمه، يحبوها، يحترموهم من يعني يبقى الطفل بيحترم مامته من جواه. تمام؟ لان الهيبه مش حاجه بتخضع للمنطق والعقل، دي حاجه انت يعني بتفهمها النفس البشريه، السوفت وير اللي جوانا متبرمج عليها بشكل لا ارادي، فهي بتتشاف وبتتحس بشكل لا ارادي، انت بتشوفها وبتحسها عند الشخص اللي عنده هيبه. تعالى بقى اقولك ازاي تكون صاحب هيبه في 20 نقطه، وركز معايا ونبدا بالنقطه الاولى. اول حاجه عشان يكون لك هيبه، التواصل البصري، التواصل البصري القوي، نظره العين المباشرة الواثقة. العين دي مهمة قوي، أهم حاجة نظرة العين المباشرة الواثقة أثناء الكلام وأنت بتتكلم مع أي حد. نظرة العين دي بتعكس يعني شجاعة وقوة داخلية للشخص، بتجبر اللي قدامك إن هو يعمل لك حساب ويحترمك، يحترم كل كلمة أنت بتقولها ويحترم كمان وجودك. وصلت؟ يبقى أول حاجة نظرة العين، التواصل البصري القوي ده مهم جدا، تخلي الشخص يحترمك ويعمل لكلامك ده قيمة، يحترم وجودك. تاني حاجة لغة الجسد، لغة الجسد مهمة قوي وشرحناها قبل كده. لغة الجسد المفروض اللي هو وقفتك، مشيتك لازم تعكس الثقة، لازم مشيتك كده يبقى فيها وقار، فيها هيبة. تمام؟ وقفتك ما تقفش متني مقتب، لا، وانت قاعد كتافك مفرودة، راسك مرفوعة، يبقى ليك كده برستيجك. تمام؟ تحركاتك تبقى هادية،
ما تجريش بقى وتتوتر. لو مثلا قاعدين في كافيه صحاب ودخلت عليهم واحده، معلش اتاخرت عليكم، متلهوجه بقى لا يعني خليكي كده، خشي حتى لو انت متاخره، خشي كده يعني ايه واحده واحده يا اخدة تهدي ما عليكي قدي. تمام. لكن بقى الحركات المتوتره، الجسم المرتخي او المنكمش بيبعت اشارات ضعف للي حواليك. الناس اللي حواليك بتحس ان انت ضعيف. فهمتيني؟ وصلت؟ طيب رقم 3 نبرة الصوت. يبقى احنا قلنا اول حاجة التواصل البصري، تاني حاجة لغة الجسد، تالت حاجة نبرة الصوت المتزنة، ان انت تتكلم بصوت واضح ومسموع، ولا هو عالي بزعيق يضيع هيبتك، ولا واطي بكسوف يبينك ان انت مهزوز. يعني خلي رتم كلامك هادي ومش سريع عشان يعني تفرض تركيزهم معاك. نبرة صوتك اتكلم بصوت واضح مسموع، ما تزعقش قوي وما تكلمش بصوت واطي ومكسوف قوي فتديهم اشاره ان انت مهزوز او مكسوف او يعني ضعيف. خلي رتم الصوت هادي، اتكلم بالراحه على مهلك، بس طبعا مش بطيء قوي، يعني خليك وسط في كل حاجه، الوسط حلو. اوكي. لان ده هيديهم انطباع ان انت كلامك مهم، ان انت شخص ليك هيبه، وهتفرض عليهم ان هم يركزوا معاك. دايما الشخصيه اللي بتتكلم كتير كلام على الفاضي محدش بيسمع لها ولا حد بيطيق يسمع لها. ليه؟ عارفين ان فلانه دي بتبقبق كتير، بتتكلم كتير كلام ملوش لازمه، محدش بيسمع لها. واحده تانية وقت ما تقول تلاقي الناس كلها بتبص تشوف هتقول ايه دي، يعني خلاص يبداوا بقى ان هم ايه يهتموا. اتفقنا؟ طيب رقم 4 رسم حدود صارمه. لازم نعمل حدود صارمة، خطوط حمراء، لازم يكون في خطوط حمراء، ما تسمحيش لأي حد مهما كان قريب منك ان هو يتخطى حدوده معاكي في الهزار. يعني مفيش هزار تقيل، امنعي الهزار التقيل مع الناس، امنعي تدخل في شؤونك الخاصة، عرفي الناس حدودهم من اول غلطة بأدب وحزم. يعني حد دلوقتي دخل في شؤونك، حد تطول عليكي، حد هزر معاكي هزار انت مش قابلاه، حد تدخل في خصوصياتك، امنعي ده ب ب ب بأدب وحزم. اللي هو انا معلش ممكن نغير الموضوع، لو لقيتي حد مثلا بيتدخل في خصوصياتك اديله كلمه كده اللي هو ايه، عرفيه ان انت مش قابله الحديث في الموضوع ده، وان دي حاجه ما تخصهمش. تمام. بأدب وباحترام. او مثلا حد تطول عليكي او هزر هزار سخيف، قولي معلش انا ما بحبش الهزار بالشكل ده، يعني برضو تتكلمي بأدب واحترام وحزم ان انت ما بتحبيش ده، استحاله الشخص يكرر ده تاني. تمام. طيب رقم 5 عشان يكون لك هيبه لازم تمتلك مهارة ان انت تقول لأ، ان انت ترفض الطلبات او الحاجات اللي بتيجي على حساب وقتك وطاقتك وكرامتك. تقول لأ بشكل حازم ومن غير ما تقعد يعني تقطع في نفسك وتبرر وتعتذر باعتذار مبالغ فيه. ارمي ورا الدز، ارمي ورا ظهرك. خلاص انت دلوقتي حتى طلب منك انك تروحي معاه مشوار او تساعديه في حاجه، انت مش هينفع معاكي الموضوع ده، خلاص بقى هتقعدي تتأسفي وتعتذري ومعلش اصل انا ورايا، اصل انا تعبانه، اصل انا جوزي قال لي كذا، وتدخليهم في حاجات ما تخصهمش. ليه تكشفي نفسك قدامهم ليه اصلا؟ قولي لا وخلاص من غير ما تعرفيهم قصه حياتك. لا مش هينفع معايا معلش وخلاص على كده. انما بقى انا اسفه قوي انا اسفه قوي وتقعدي بقى تعتذري كتير، لا ده مش من الهيبه. تقعدي بقى تبرري اصل انا كذا عندي كذا ورايا كذا، برضو لا ده مش هيعمل لك هيبه. خلاص يبقى لازم عشان يكون عندك هيبه تقولي لا وتقطمي، انتهينا. اي حاجه مش عاجباكي او هتستهلك طاقتك، هتستهلك وقتك، هتستهلك حاجه هتيجي على كرامتك، لا ما اعملهاش واقول لا عليها. طيب رقم 6 التحكم الشديد في الانفعالات. الشخص اللي بيتعصب بسرعة وبيفقد أعصابه بيبقى سهل قوي ان انت توجهه او تستفزه، لكن هدوءك وثباتك الانفعالي وقت المشاكل بيدي انطباع انك مسيطر على الموقف تماما. يعني طول ما انت الشخص اللي بينفعل وبيتعصب بسرعة ده تلاقي دايما هيبته في الارض. لا انت لازم يبقى عندك هيبة ووقار في الأمور اللي زي دي أو في المشاكل، إن أنت تسيطر على يعني تسيطر على انفعالاتك، ما تنفعلش، ما تتعصبش، تبقى هادي وتبان قدام الناس تديهم انطباع إن أنت مسيطر على الموقف تماما. خلاص. رقم 7 الإنصات الذكي قبل الرد. لما يكون حد بيكلمك ما تقاطعهوش، سيبه يخلص كلامه، اسمع كويس وافهم
ودي ثانيتين من الصمت كده بعد ما هو ما يخلص اللي هو عايز يكلمك فيه، وبعدين ابدأ انت اتكلم وقول رأيك، هيسمع لك بقى، هو هيسكت وهيسمع لك كويس. يعني خلاص هو اتكلم قال كل اللي عايزه، وانت بتسمعه. خلص كلامه، ادي كده ثانيتين وابدأ انت بقى. لكن انت ما تقاطعهوش، قطعته ده بينزل من هيبتك للأسف. فالحركة دي بتدي لك بقى ايه، ما انت بتصبر ما بتقاطعهوش، وبتبدأ ان انت تتكلم بعد ما هو ما يخلص بعدها بثانيتين كده. الحركة دي بتدي لك هيبة، بتخلي ردك طالع موزون وليه قيمة، وتخليه يسمعك كويس. خلاص. الهيبة كمان ممكن تنفعك في حاجات كتيرة غير الحاجات اللي احنا قلناها في المقدمة. زي ايه؟ يعني مثلا على مستوى الشغل، في واحد هتلاقي كده واحد في كل شغلانة يقول لك فلان ده ما تقربش منه، ده يعني نبو ازرق، ده ممكن يعمل كذا يسوي كذا. تلاقي ناس بيحترموه من غير ما يتعصب ولا حاجة. هتلاقي شخص كده الناس بتحترمه وبتقدره وتخاف منه، وهو اصلا لا بيزعق، لا ده ممكن كمان يحترموه ويحبوه. فاهمين؟ تلاقي مثلا ست برضو، خلينا مثلا نتكلم على لو اتنين متجوزين، تلاقي ست تبص لجوزها نظرة معناها انها مش راضية عن اللي بيحصل ده، فتلاقيه جاب ورا بسرعة. فده بيحصل للست اللي عندها هيبة، خلاص بتبقى معودة جوزها انها تديله البصة، يبقى فاهم ان هي مثلا ايه، هم قاعدين مثلا مع قرايبه او في مكان معين، معاهم ناس مع صحابهم بتاع، هي في حاجة مش عاجباها تديله البصة بس، هو يبقى فاهم ان اللي حصل ده غلط، او انها اتضايقت من حاجة فيفهمها على طول. حتى على مدار الصداقة، تلاقي واحد رأيه ماشي في الجروب بتاع الناس اللي حواليه، مجرد ان هو محبوب او عنده حكمة، مكانته اشبه بالقائد، ومش شرط بالزعيق لا خالص. يعني تلاقي مثلا اللي حواليه حتى هم عايزينه يبقى قائد، لان هم واثقين في رايه، بيحبوه واثقين في رايه، ففلان ده اللي هيمشينا، فلان ده هو اللي هو بس لو جاي انا هاجي، لو مش جاي انا مش هاجي، هو اللي ممشي الجروب اللي حواليه. فالهيبه كمان ممكن تنفعك مع صحابك ومع زمايلك في الشغل، وتنفعك في نظره الناس ليك ازاي، وعلاقاتك الاسريه، نظره الناس ليك ازاي بتفرق في ده. حتى في تحكيمهم، لو انت عندك مشكله، لو انت عندك مشكله ولجأت الناس ان هم يحكموا بينك وبين شخص، نظرة الناس ليك هتفرق. هيقول لك ده فلان ده محترم، احنا عارفين ان ايمان دي كويسه محترمه ما تعملش كده. فمن قبل حتى ما يحكموا هيبقوا هم عارفين هم مين اللي صح ومين اللي غلط، عندهم رأي مسبق فيك عن انت مين، قبل ما يقولوا رأيهم في اللي حصل او رأيهم فيك. واصله لك؟ ورأيهم ده بقى مين اللي بيحدده؟ انت اللي بتحدد رأيهم ده بالمواقف، موقف ورا موقف. تمام؟ انت اللي بتحدد ده موقف ورا موقف. رقم 8، لو انت عايز يكون ليك هبة، بلاش دور الشخص اللطيف بزيادة، اللي هو السعي المستمر ان انا ارضي كل الناس على حساب نفسي. ده بيخلق شخصية مضمونة ومهملة. يعني لو انت بتعملي كده، كده بتجبري اللي حواليك ان هم يهملوكي، ما ياخدوش رايك في حاجه، يعتبروكي يستهيفوكي. ما فلانه دي بترضى باي حاجه، بتوافق على اي حاجه، ما عندهاش راي في حاجه. فبلاش تكوني انت اللي بتسعي ان انت ترضي كل الناس، وبلاش تكوني انت الشخصيه المضمونه، هيبتك ووقارك هيقعوا خالص. اوكي؟ الناس دايما بتحترم الشخص اللي عنده موقف ورأي واضح، مش اللي بيوافق على كل حاجه. طيب، رقم 9، الغموض والخصوصية. ما تخليش حياتك كتاب مفتوح لكل الناس. قلة الكلام عن تفاصيلك وأسرارك بتخلق حواليك هالة من الهيبة والفضول. يعني طول ما انت كده ايه، محدش عارف عنك حاجة، انت عليكي هالة كده من الهيبة، عليكي هيبة كده. الناس يبقى عندها فضول تعرف هي ايمان عندها ايه، بتتعامل ازاي، حياتها ماشيه ازاي. الناس مش فاهمينك، فطول ما هم مش فاهمين ومش عارفين، ده غير ان هم كمان مش هيعرفوا يمسكي عليكي نقطه ضعف. محدش هيقدر طول ما انت كتابك مقفول، مش فاتحه حياتك للناس، محدش هيقدر يمسك عليكي نقطه ضعف. فاهماني؟ يعني بتمنع ان اي حد يمسك عليكي نقطه ضعف. ودايما الغموض والخصوصيه وقلة الكلام عن ان انت يعني ما تتكلميش في تفاصيل، ما تتكلميش في اسرار، دي بتخلي ليكي هبة. فاعملي كده. رقم 10، الاعتماد على النفس والاستقلالية، اللي هو اطبخ قرارك بنفسك، ما تكونش تابع، ما تستناش حد ان هو يمشيك. يكون عندك استقلال فكري ومادي. اما يكونوا الاتنين دول بايدك
دي بتبقى قوة جبارة، بتخلي كلمتك تطلع من مركز قوة، ومش مش حاجة تابعة لحد، انت مش حاجة تابعة لحد، انت رأيك من دماغك. وصلت؟ رقم 11 الالتزام بالمواعيد والوعود. لو انت وعدت حد بحاجة تلتزم بيها، لانك لو ما التزمتش بيها انت هتقل في نظره، وهيبتك وقارك هيقعوا في الارض. تلتزم بالمواعيد، لو انت عطيت لحد ميعاد تلتزم بيه، لان الشخص بيتعرف من مواعيده. لما تقول كلمة او تدي ميعاد تلتزم بده. ده بيبين للناس ان انت وقتك غالي. انا ملتزم بوقتي عشان انا وقتي غالي وبحافظ على وقتي، وان انا كلمتي زي السيف، وده في حد ذاته بيجبرهم ان هم يحترموك ويعملوا لك 1000 حساب، فبالتالي يكون لك هيبة وسطهم، صح؟ طيب رقم 12 الثقافة والوعي المستمر. ان انت بقى تتكلم في اللي تفهم فيه. لو انت عايز يكون عندك هيبة لازم تتكلم في اللي انت بتفهم فيه، ولما تتكلم خلي كلامك مبني على معلومة ومنطق، مش بتهكتل تقول اي كلام وخلاص. يعني القراءة وتطوير عقلك بيخلوك الشخص اللي الناس بترجع له عشان تاخد رأيه في النصيحة والمشورة. يعني دايما الشخص المثقف اللي بيسعى دايما ان هو يطور من نفسه ويطور عقله، ده الناس دايما تحب تلجأ له عشان تاخد منه مشورة. عارفين ان مثلا ايمان دي مثقفة، خلاص عندنا مشكلة نروح نسألها فيها، اكيد هي هتدينا الخلاصة او حل المشكلة. تمام. رقم 13 المظهر الخارجي والنظافة. دي من الحاجات المهمة قوي. يعني المظهر الخارجي والنظافة الشخصية. انت اي حد لما بتيجي تقابله في الوهلة الاولى انت بتركز على ايه؟ المظهر. انت لسه مش عارف هو الشخص ده جواه ايه، بس انت مثلا بتفرق. يعني انت مثلا حد دخل عليك المكتب، انت شغال مثلا في اي مكان، حد دخل عليك المكان اللي انت فيه، شاب لابس بنطلون مقطع، فاتح القميص، لابس سلسلة، عامل الكاب كده، او لابس عامل عقف الديك، او ملون شعره، وبنطلونه مقطع، فالشكل كده التوتال انت هتشوف هتقول ده سرسجي، صح؟ لابس بقى اكسسوارات بقى وخواتم وهو اصلا ولد، هتبص كده الوهله الاولى هتقول ده سرسجي، صح؟ على عكس انت مثلا لما حد يخش عليك من الوهله الاولى تلاقيه مثلا مهندم كده في لبسه، لابس شميز شيك، بنطلون مش ضيق ومش واسع، بنطلون على مقاسه ساده، عامل شعره على جنب او مسرحه مثلا حلو كده على ورا، لابس نضاره، فانت الوهله الاولى هتقول ده شكله كده شخص مثقف او شخص محترم، شاب محترم او شاب مثقف. فالوهله الاولى المظهر الخارجي او نظافتك الشخصيه، ان انت شخص مهتم بنفسك، دي بتدي لك انطباع بالهيبه، انت شخص عندك هيبه. لبس المهندم، ريحتك الطيبه، اهتمامك بتفاصيل مظهرك هم اول كارت تعارف بينك وبين الناس. والانطباع الاول ده بيحدد بنسبه كبيره من برستيجك وسطهم. الانطباع الاول ده هو اللي بيحدد انت برستيجك وسط الناس في الشغل بقى وفي اي مكان هيبقى ايه. اوكي. طيب رقم 14 بقى الاعتراف بالغلط بدون ضعف، ان انت تعتذر عن اي غلط انت ترتكبه، تعتذر عليه. يعني انت لو غلطت اعتذر بذكاء وحزم، وشيل مسؤولية غلطك وصلحه. دي الحاجات تعمل لك هيبة، من غير بقى لوك ومن غير ولولة في الحاجة الغلط اللي حصلت. خلاص ده انا غلطان وانا هشيل اللي انا عملته ده، خلاص يبقى انت كده كبرت في نظر الكل، وبتبين ده بيبين كمان انك شخص ناضج، شخص قوي مش خايف. اوكي. طيب رقم 15 الدفاع عن وجهة نظرك بمنطق. لما تكون مقتنع بحاجة صح، انت متأكد ان الحاجة دي صح او انت رأيك فيها صح، دافع عنها بأدب وبحجة قوية، وما تتراجعش خالص في مبدأك ده او في رأيك ده بمجرد ان اللي قدامك مثلا على صوته، او بمجرد انك لقيت عددهم اكبر. يعني فجأة كده لقيت كذا حد برضو مؤيده وعكسك، صوتك العالي قصدي يعني ما تتراجعش لو انت حسيت ان الشخص اللي قدامك صوته عالي او العدد زاد. تمام. الثبات على المبدأ بيصنع هيبة مرعبة، ان انت تقول رأيك او تقول مبدأك وتصمم عليه، ده يخلي ليك هيبة مرعبة. طيب رقم 16 عدم استجداء المدح او الاهتمام. يعني بطل بقى تدور على تقييم نفسك من عيون الناس.
انت خليك واثق من نفسك، انت نفسك كويس وجميل وامور، وتبقى واثق من نفسك. يعني دي حاجه كده انت تبقى عارفها عن نفسك. ما تستناش بقى ان الناس تمدحك تقولك برافو، لا، يعني ثقتك بنفسك لازم تكون نابعه من جواك انت. انت عارف قيمه نفسك. زي ما قلت لك قبل كده، البنت اللي عارفه قيمه نفسها بتجبر اللي حواليها ان هم يبقوا عارفين قيمتها. فلانه دي هي عارفه قيمه نفسها، فتجبرك غصب عنك انك تبقى عارف قيمتها. واحده تانية مش عارفه قيمه نفسها، بتعمل حركات غريبه، بتعمل حركات تقلل منها، فبالتالي الناس اللي حواليها، يعني انت شوف انت شايف نفسك فين، هتلاقي الناس شايفينك في نفس المكان اللي انت شايف نفسك فيها. خلاص، من غير بقى بروباجندا ولا اي حاجه. رقم 17، مساعدة الآخرين من مركز قوة. يعني خليك شخص خدوم وجدع بس بذكاء. يعني ساعد الشخص اللي يستاهل أو الشخص اللي يقدر ده، وبطريقة تبين إنك بتعمل ده ذوقا وكرما منك. يعني ده مش فرض عليك ولا محاولة عشان تشتري ودهم. يعني لازم أي حاجة تقدمها لشخص تبقى عارف إن الشخص ده يستاهل. ساعد اللي يستاهل بس، وتساعد بفكرة إن ده أنا ذوقا مني، كرما مني، انا مش مجبر ان انا اساعد حد او اعمل حاجه مع حد، ولا بعمل ده عشان اشتري ود حد. ده برضو حاجه تخلي ليكي هيبه. رقم 18، ان انت تواجه المشاكل فورا دون هروب. ما تهربش من مشاكلك. لما يحصل خلاف مع حد او موقف، لازم يكون في حسم ومواجهه في الموقف في ساعتها على طول وبشكل مباشر. بلاش اسلوب الانسحاب من الموقف او الزعل الصامت. ده بيبينك ان انت قليل الحيلة، مش قادر تواجه، ما عندكش هيبة. ده هيبينك كده. اوكي، طيب. رقم 19، احترامك لنفسك اولا. الطريقة اللي بتعامل بيها نفسك وبتقدر بيها وقتك وصحتك هي الكتالوج اللي الناس هتمشي عليه. زي ما قلت لك، لو انت هنت على نفسك ووقتك هان عليك انك تضيعه في حاجات تافهه، وصحتك هانت عليك ان انت تضيعها في حاجات انت مش مطالب بيها، هتهون على الناس اللي حواليك. هم هيبقوا شايفين ده، فانت هتهون عليهم. رقم 20، اخر نقطة معانا النهاردة عشان يكون لك هيبة، التقليل من الشكوى والفضفضة. قلل من الشكوى والفضفضة، لان كتر الشكوى والندب، اعرف كده ناس 24 ساعة بيشتكوا وبيندبوا بيشتكوا وبيندبوا، دايما هتخليك انت في نظر الناس انت في صورة الضحية الضعيفة المغلوب على امرها. فبلاش انت تكون في الصورة دي. استبدل الشكوى بانك تبحث عن حلول، وانك تشتكي لربنا بس عشان تفضل صورتك قدام الناس قوية متماسكة. طبعا ده في حالة ان انت مفيش حد في حياتك تثق فيه. يعني في ناس كده المفروض يبقوا مصدر امانك، زي مثلا بابا، ماما، صديق مقرب، اخويا، اختك. دول ممكن انت تحكي لهم، يقفوا جنبك، تشتكي لهم لو انت حاجة مضايقاك يساعدوك. انما في العموم يعني قدام الناس لازم تكون انت الشخص الذي لا تقهر. واصله لك؟ وعلى فكرة السياسيين والفنانين والشخصيات العامة المهمة دايما بيبقوا كده، ما بيشكوش، ما بيفضفضوش، هما بيشتكوا لربنا بس، ما بيحبوش ان هما بقى يفضفضوا للناس ويشتكوا للناس. تمام؟ يبقى احنا كده النهاردة يا كتاكيت اخدنا 20 نقطة عن ازاي تكون صاحب هيبة. قلت لك التواصل البصري القوي، لغة الجسد المفرودة، نبرة الصوت المتزنة، رسم الحدود الصارمة، امتلاك مهارة انك تقول لأ، التحكم الشديد في الانفعالات، والإنصات الذكي قبل الرد. وبلاش تعيش دور الشخص اللطيف بزيادة عشان تسعى لإرضاء كل الناس. الغموض والخصوصية لازم يكونوا عندك. الاعتماد على النفس والاستقلالية، الالتزام بالمواعيد والوعود، الثقافة والوعي المستمر، المظهر الخارجي والنظافة الشخصية مهمين جدا، الاعتراف بالغلط دون ضعف، لو انت غلطت تعترف وتحل مشكلتك، الدفاع عن وجهة نظرك بمنطق، وما ترجعش في وجهة نظرك دي خالص حتى لو لقيت الصوت اللي قدامك على او عددهم اكتر منك. 16 عدم استجداء المدح او الاهتمام. 17 مساعدة الاخرين من مركز قوة. 18 مواجهة المشاكل فورا دون هروب،
تهربش من مشاكلك. 19 احترامك لنفسك اولا. 20 التقليل من الشكوى والفضفضة. واحنا كده خلصنا سؤال الحلقة بتاعت النهاردة، ايه هو الفرق بين الكاريزما والهيبة؟ لو انت ركزت معانا في المقدمة هتعرف تجاوب على السؤال. اكتبوا لي الإجابة في العرض او في الكومنتات. لو انتوا اول مرة تشوفوني، انا ايمان نصار. تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. ولو انتوا عندي على الفيس تنسوش تحطوا الفولو وتحطوا اللايك على الفيديو لو عجبكم عشان يوصل لكم الفيديوهات اللي جاية. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.